بلغني خبر الحكم عليك يا أبا عبد الله. لا تقلق من شيء. كيف لا أقلق؟ لماذا تأخرت عن فتح الموصل وبغداد؟ كل شيء في أوانه، وسأبشرك بخبر سار قريبا إن شاء الله. الخبر الذي أريده قلت لك ليس من أجلي، ولكن من أجل الدولة الإسلامية حتى تتوسع وتتمدد وتشمل العراق بأكمله. شوف سيدي، شوف تليفون بيده، ما عرفوا ينظموا وقت التفتيش. روح جيب التليفون. جيب. روح سيدي. هذا شلون دخلته هنا؟ رجال الدولة في كل مكان. جيبوه وخذوه للسجن الانفرادي. عرفت منو اللي دس لك الورقة بملف القضية؟ لا، حقيقة فتحت تحقيق بالموضوع لكن بدون جدوى. ظاهر خلايا داعش النايمة متغلغلة بكل مكان حتى بالمحكمة. هاني ما قاعد أفهم صمت الحكومة على هذا الانفلات الأمني وسيطرة خلايا داعش بالموصل. لازم أقاوم مشاعري. جوانا مستحيل ترتبط بي، ما لازم أضايقها ولا أضغط عليها بمشاعري. زواجها من ابن عمها قريب، شوفتها رح تزيد وجعي، لكن بنفس